السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده كده هنعمل مع بعض ازاي نعمل الطحين الفاخر او الدقيق اللي هو اللي يكون فاخر كده، الابيض النقي. هنعمله مع بعض باسهل طريقة. فانتي تابعي الفيديو كده للاخر عشان تستفادي، وباذن الله تستفادوا. عشان في ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفة تعمله الطحين اللي هو الفاخر الابيض اللي بنعمل بيه الكيكة والقرص واي حاجة، والبيتزا والمعجنات يعني عامة. فهنعمل كده مع بعض. جبنا كده القمح، نغسله بقى غسلة كويسة قوي زي ما انتوا شايفين كده. حطيناه طبعا انتي على حسب الكمية اللي انتي عايزة تعمليها. وانا هنا طبعا بعمله علشان هنخبز خبزة رمضان بإذن الله مع بعض. فطبعا كده ايه، انا بحب الطحين الفاخر وعشان بستخدمه للخبز للعيش يعني البلدي، وبستخدمه للكيكة للبيتزا للقرص لأي حاجة. فكده ايه، حطينا كده القمح وبنغسله بقى ايه بالمية. نغسله بمية كتير قوي زي ما انتوا شايفين كده، عشان طبعا هو لما بيجي يروح للمطحنة كده ويطحن بيكون مندي شوية، ما بيبقاش ناشف، فلازم يتغسل زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى الحباية القمح معانا تكون نظيفة كده. واي حاجة كده، لو حشراية لو اي حاجة كده تطلع معانا في المية يعني. وهنصفي هنغسله كده بتاع 3 4 مرات بالشكل ده، ونصفي المية زي ما انتوا شايفين كده. ونغسل تاني يعني مثلا 3 4 مرات تكون المية بتاعته وما يبقاش فيه اي حاجة خالص. ولما المية تنضف كده نمسك كده بالمصفى بتاعتنا. بصوا زي ما انتوا شايفين، هنملاها كده ونحط، نبقى مجهزين بقى ايه، شكارة كده كبيرة. والشكارة كده نكون حاطينها فوق حاجة علشان المية تتصفى. وبالمصفى كده وهنحط جوه الشكارة بتاعتنا عشان القمح يتصفى زي ما انتوا شايفين كده. انا بعمل بالطريقة دي على طول، بيطلع معايا احلى دقيق فاخر بجد، بيكون تحفة جدا وابيض واحلى من اللي بيشتريه من بره. طبعا هنحط كل الكمية كلها في الشوكولاتة دي بعد ما نضفت كويس قوي وتأكدنا ان هي نضفت معانا. وطبعا الشوكولاتة اللي بنحط فيها القمح بتاعنا تكون نضيفة برضو، غسلنا كويس قوي. طبعا هنحط الكمية كلها في الشوكولاتة كده، ونقفل الشوكولاتة كويس قوي عشان ما تقعش. وهنسيبها بقى تقعد. مثلا احنا كان في الوقت ده غسلنا القمح بتاعنا على الصبح يعني، على الساعة كانت 9 أو حاجة. وسيبنا القمح في الشكارة لحد مثلا بعد العصر، كانت على الساعة مثلا 5 العصر. كانت الشمس بقى طبعا خابطة في الشكارة كده، وصفينا المية منه خالص خالص. وهقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. طبعا الوقت ده كان العصر خلاص، فطبعا جبت الشكارة وهنفضيها كده على حصيرة. فردنا كده حصيرة، طبعا انتي براحتك، عايزة فوق السطوح، عايزة في البلكونة، عايزة على البرندة زي كده. انا فردت كده حصيرة وحطيت القمح من الشكارة. طبعا بيكونش فيه مية خالص الصفة، بس بتكون طبعا لسه بنقول عليها لدنة. فطبعا هتخليها كده تنشفيها طبعا على الحصيرة بالشكل ده، تفرديها كويس قوي. تفرديها كويس عشان تنشف معاكي، ما تبقاش طبعا احنا لما نطحنها ما ينفعش تكون ليدنا، لازم تنشف شوية زي ما انت شايفة كده. طبعا هنعمل الحصيرة كلها، هنفردها على قد الحصيرة بالظبط بالشكل ده. وهنسيبها بقى ايه، طبعا كان في العصر زي ما قلت لكم، هنسيبها بقى ايه لحد مثلا بالليل. وبالليل هقفلها عليها كده، واجي تاني يوم افردها. هنا بقى كان تاني يوم فتحت عليها كده وهعملها معاكم. ههويها كده بالغربال. الغربال ده مخصص للغلة، للخطوة دي يعني للقمح. فطبعا في ناس كتيرة لما بتعمل الطحين الفاخر ممكن تستغنى عن الخطوة دي بتاعة الغربال، لكن انا بعمل بيها على طول علشان بحس انها كده ايه، اي حاجة كده بتطلع معايا بسهولة. فهي خطوة بسيطة يعني، وبس كده. وطريقته سهلة قوي.
بجد سهلة جدا يعني، وبتوفر عليكي كتير قوي لما تعملي العيش كده بإيدك، وبيملى البيت خير وبركة، بجد تحفة يعني. أنا بصراحة ما أقدرش أستغنى عنه. كل فترة كده أعمله، لما يخلص أجيب قمح، يعني أشتري قمح وكده وأعمله. فحاجة حلوة قوي يعني، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. وبجد بيوفر عليا كتير، عشان انتوا طبعا عارفين لما بنشتري الطحين الفاخر من بره يعني. طبعا انتوا عارفين الكيلو بكام، وهعمل مثلا قرص، او هعمل معجنات، هعمل كيكة كده، فطبعا هتكلف معايا كتير يعني. فبس طبعا لما نعمل حاجة زي كده بيكون اوفر علينا. فطبعا انا كنت يعتبر مخلصة الدقيق، فعملت كده، قلت هطحن شوية غلة يعني، علشان عايزة اعمل خبزة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، عشان احنا بنحب العيش البلدي. فان شاء الله بإذن الله ابقى اصور معاكم برضو خبزة رمضان. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، وهنيجي بقى ايه معبيين الشكارة بتاعتنا تاني، ونروح نطحنها وخلاص على كده، وتبقى كده خلصت معانا طريقة عمل الدقيق او الطحين الفاخر في البيت. وبس كده، طبعا هنخلص كده الكمية كلها، وهنعمل بقى ايه احلى واجمل غدا. اهلي كلموني كده، قالوا لي تعالي احنا عازمينك على اكلة ليبية. قلت لهم انا بحب الاكل الليبي جدا. فمشيت كده، حطينا حلة فيها معلقتين من السمنة على النار، خليناهم تسخن كده، ونزلنا بفراخ تاخد صدمة. لازم تاخد الصدمة كده. وننزل الكمية كلها، وهننزل كمان بتاعتنا التوابل. طبعا اللي انتوا متعودين معايا عليها، بحبها قوي، ما اقدرش استغنى عنها، اللي هو الفلفل الاسمر والكمون. طبعا الحاجات دي في الفراخ. طبعا الفلفل الأسمر صديق الفراخ جدا يعني، بيمنع أي ريحة أو أي حاجة خالص. طبعا احنا دلوقتي في ناس شطورة كده، وعرفت احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل مبكبكة. المبكبكة دي من العشق، بحبها جدا جدا جدا. بطعمها بيكون تحفة يعني، وسهلة قوي قوي، ومفيش مواعين خالص. بتعاني من المواعين، هي في حلة واحدة بس هتعمل أحلى وأجمل غدا. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. طبعا في ناس جميلة قوي وصلت معايا لحد هنا، فياريت بقى تعملي اللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتيش، علشان تشجعوني كده وانزل لكم فيديوهات حلوة كتير قوي. واللايك يا جماعة بيرفع الفيديو شوية، فلازم تعملوا لي اللايك بالله عليكم. هنقلب طبعا الفراخ كده بعد ما خدت كده من الجنب اللي تحت، وهنقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. لازم في الخطوة دي تتشوح كويس قوي، علشان دي انها ما فيهاش روايح او حاجة. وهننزل كده بالفلفل، قرن فلفل حامي، وهننزل بالبصل، بصلاية كده كبيرة. هنشوح برضو الكلام ده كله مع بعضه، لازم تقلبيه كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انزلوا كده صلوا على الحبيب، علشان يكون ليكم الأجر بإذن الله. هنشوح كده بقى الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، قلبناها كويس قوي. ولازم كده البصلة تدبل وتصفر معانا. بعد كده ما اصفرت معانا، نزلنا كده بشفشة الخلاط مليان طماطم. وهنقلب بقى كويس قوي الكلام ده كله مع بعضه، ونسيبها بقى ايه تسبك، تستوي يعني. الطماطم دي متبقاش نية، دي لازم تستوي خالص وهي بالفراخ. بجد احلى واجمل طريقة للمبكبكة. لو اول مرة تشوفي المبكبكة، الطريقة دي تحفة تحفة يعني، بعملها كده على طول. بصي الجمال. طبعا هنا بعد كده ما ايه استوت خالص. لازم تتأكدي خالص ان هي استوت وبقى لونها كده حلو، الطماطم كده ومسبكة، والفراخ دخلت في السوا. هننزل بقى ايه بمية كده، لازم تكون مية سخنة بتغلي بالشكل ده. وتداري طبعا المية لازم تداري الفراخ، وتقلبيها كويس قوي، وتغطيها بقى وتسيبيها تستوي. طبعا الفراخ بقت نص سوا من بعد التشويحة، ومن بعد صلصة الطماطم يعني.
فهي متاخدش سوا كتير. وبعد كده ما تستوي خالص الفراخ بنطلع الفراخ وننزل بقى ايه بالمكرونة زي ما انتوا شايفين كده. نزلنا بالمكرونة، طبعا انت عايزة تعملي بيها بمكرونة او بالشعرية الاسباجيتي براحتك خالص. هنقلبها طبعا كويس قوي، وبعد ما تغلي نوطي النار عشان تستوي معانا كده بالراحة، ونغطيها كده ونوطي النار. وهنا بقى طبعا بعد ما استوت رجعنا كده الفراخ عشان ايه تاخد تطعيمة كده خفيفة. طبعا احنا الفراخ لازم نشيلها لما نحط المكرونة عشان ما تتهريش معانا، ونرجعها كده عشان ايه تاخد بس من الصوص. وبس كده وبألف هنا. قلنا كده واللي ما جربش الطريقة دي للمبكبكة لازم تجربها بجد، خطيرة قوي، وبحلة واحدة بس عملنا العظمة دي كلها. وبألف هنا للي جربها. ووصلنا كده لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو بتاعنا خفيف وعجبكم واستفدتوا منه حتى لو بمعلومة صغيرة. وما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم الفيديو الجاي. اقول لكم سلام.